تفاصيل، وبما ان كواليس وتفاصيل وحاجات شبه كده فانا هتكلم على الاهلي. فبعد الفاصل تفاصيل واخبار مهمه في القلعه الحمراء النادي الاهلي. طيب، موقع كاف اونلاين نزل النهارده لقطه مهمه جدا جدا ان انت تبص عليها وتطلع عليها، اذ ربما في هذه اللقطه تجد اسباب في سعي الاهلي للفوز بهذه البطوله. مفيش بطوله بتبقى انت داخلها ضامن انك تكسبها، خلاص، وكل الفرق بتسعى للفوز باي بطوله هي بتتنافس بداخلها، ولكن عندما يلاقي السعي نجاحا في النهايه فبيبقى عنده قصه حلوه لازم تقف عندها، لانه سعي الاهلي كل في النهايه بالفوز بالبطوله رقم 11 في تاريخه. طب تعالوا نشوف اللقطه اللي انا بكلمك عليها دي لانها مهمه جدا جدا. نسمع ونشوف. سمعت؟ موضوع واضح، لعيبه داخله اوضه اللبس متضايقه جدا، متنرفزه جدا، اللي بيشوط، اللي متضايق، اللي متعصب. ازاي فرطنا في ان احنا نعدي بالمكسب صافي بدون اي اهداف تخش شباكنا؟ وبالتالي الحاله اللي عندهم هي حاله بيقولوا عليها انا بستنكر اللي حصل، حاله نكران للي حصل، فمش مصدق اللي حصل، وبالتالي في حاله غضب، وبالتالي حاله الغضب احيانا تؤثر. الموضوع بقى بيبقى في التركايه بتاعت انك تقدر في نفس اللحظه اللي انت فيها في قمه غضبك او ندم، اللي بقوله لك ده في منتهى الاهميه، الاداء الفني بيطلع وينزل، رتم الفرق بيطلع وينزل، كل الحاجات دي بيطلع فيها تشوف مره الاهلي جامد جدا وتشوفه مره على قده خالص ومره تلاقيه كل ده طبيعي في الكوره، طبيعي في الكوره، مفيش فريق بيفضل طول الوقت ولا لعيب يرضيك طول الوقت، لانه دي ما بتحصلش، لانه اكيد مستواه بيتذبذب. لكن الحاجه اللي انت لازم تبقى متاكد ان هي بتحصل في الاهلي هي تربيه الاهلي. ده هاني في وقت من الاوقات ممكن ما يعجبكش، ممكن ما يكونش احسن حاجه بالنسبه لك في المستوى، بس ده اللي اتربى عليه في الاهلي، وهو لسه داخل لسه حالا داخل اوضه اللبس. لا احنا خلاص هنركز في اللي جاي قدامنا اسبوع، احنا ما اتغلبناش، احنا هنشتغل على نفسنا. فلذلك دايما بقول مكمن المكسب في الملعب، ما تسمعش بعضها في الملعب، ولكن هي دي الشخصيه، هي دي التربيه، هي دي اللي توقفك على رجلك. طالع من مصنع النادي الاهلي فطبيعي هيبقى الانطباع كده. اللقطات دي حلوه عشان انا اذا كنت بتكلم دلوقتي على الاهلي واخصص حديثي للاهلي ولجمهور الاهلي، ولكني اراها من بعد ومنظور تاني دايما، هو منظور الحياه. اذا في يوم من الايام تخيلت ان دي مش احسن اوقاتك، لازم في نفس الوقت اللي انت بتتخيل التخيل ده تخرج نفسك من الاحساس ده، تخرج نفسك من الحاله دي الى ما هو ابعد. لا هي حاجه انت بتقعد طول عمرك تندم عليها وتلوم نفسك عليها. فاللقطه كانت مهمه ان احنا ندردش فيها سوا مع بعض ونحطها دايما قدام عينينا. ماشي. فاكرين فيما مضى كان لدى الاهلي والتر بواليا، المهاجم اللي كان ماشي كويس قوي في الجونه، ثم خرج من الجونه الى الاهلي، لم يقدم اداء يذكر الا في مباراه سجل فيها هدف، هو ده كان يعني اكتر اهدافه اللي جمهور الاهلي هيفتكرها له في بطوله الدوري. ثم خرج للاعاره، الاهلي خرجوا للاعاره في احدى الانديه السعوديه. وخليني اقول لك انه والتر بواليا اتفق الاهلي مع الجونه جدا جدا وتالق فيه، والناس كلها كانت شايفاه انه اموره فيه كويسه. فده بالنسبه لوالتر بواليا. برونو سافيو قصته ايه؟ برونو سافيو خلاص هو بنسبه مليار في المية بره النادي الاهلي، بس المليار في المية دولت اللي انت عارف وانا عارف كلنا والموسم شغال ان هو ماشي في حاله من عدم الوضوح فيما يتعلق بفكره هو ايه العروض اللي جايه له، طب هو هيمشي يروح فين؟ ففي جلسه مع برونو سافيو، هو عنده عروض شفهيه لحد دلوقتي، مش الشفهي منه، اقسم بالله العلي العظيم انا ممكن النهارده دلوقتي اقول لك 3/4 على وعندي اخبار واستبعدناها، اقول لك النهارده في الاهلي وفي الزمالك كميه اللعيبه اللي بيفاوضها الاهلي وكميه اللعيبه اللي بيفاوضها الزمالك، على اعتبار انه كلاهما كبار الدوري، وكميه اللعيبه الراحله من هنا وكميه اللعيبه الراحله من هنا، بس خليني عشان ابقى دقيق اتكلم على تحديدا فكره اللعيبه اللي جايه لها عروض رسمي، هي الختم خلاص رسمي، جاي لي خطاب رسمي. الشفهي هقوله لك، بس هقوله لك ان هو شفهي عشان انت تبقى عارف ان هو شفهي. ماشي.
انا معايا من خلال زوم النجاحات دايما زي ما بقول لحضراتكم بيبقى فيها شويه تفاصيل مهمه، ففي التفاصيل المهمه بيكون في دايما ناس بتقوم بدورها. انا معايا من خلال زوم دكتور محمد وفائي، اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل بالنادي الاهلي، علشان نتكلم معاه وندردش معاه. يا دكتور وفائي. بسم الله، اهلا وسهلا بكم متابعي قناة اكسترا كوره. طبعا كلنا تابعنا مباراة منتخب مصر ومنتخب غينيا اللي انتهت بنتيجة 2-1 لمنتخب مصر، وتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023. طبعا المباراة ما كانتش على المستوى المطلوب. الشوط الأول كان في تراجع كبير جدا من المنتخب الوطني لحد الهدف الأول لمنتخب غينيا. بدأ الريتم يعلى في آخر الشوط الأول. أحرز تريزيجيه هدف بتمريرة ساحرة من محمد صلاح، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1. في الشوط الثاني تريزيجيه مرر كرة سحرية لمصطفى محمد وأودعها في الشباك في الدقيقة 72. انتهت طبعا المباراة بنتيجة 2-1. زي ما حضراتكم عارفين إن احنا فزنا في مباراة الذهاب 1-0. كده إن منتخب مصر أصبح متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، وكده صعد لكأس الأمم الإفريقية اللي هتقام في الكوت ديفوار في 2023. طبعا بعد مباراة النهاردة أصبح محمود حسن تريزيجيه هو سادس لاعب يسجل للمنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية هذا الموسم، بعدما وقع على هدف منتخب مصر الأول أمام غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024. طبعا المباراة كانت تقام على ملعب مراكش الكبير بالمغرب، لأن السادات في غينيا لا تطابق الشروط اللي عملها الاتحاد الدولي، ولذلك انتقلت المباراة لملعب محايد اللي هو ملعب مراكش في المغرب. سبق تريزيجيه كل محمد صلاح وعمر مرموش، وكل منهم هدفين، وأحمد سيد زيزو وطارق حامد ولكل منهما هدف. انتزع منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية. أيضا هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لعيبة منتخب مصر والجهاز الفني بالتأهل لأمم إفريقيا 2024 في الكوت ديفوار. قال طبعا الدكتور أشرف صبحي: فوز هام للغاية وبشكل معنوي للكرة المصرية، والمنظومة بالكامل تعمل جاهدة من أجل التربع مجددا على عرش القارة الإفريقية واستعادة الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية. وأكد وزير الشباب والرياضة أنه الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. برضو كلنا تابعنا مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي اللي فاز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، البطولة ال11 في تاريخه، بهدف ساحر من محمد عبد المنعم بعد التعادل بهدف مقابل هدف في مباراة الإياب. كانت مباراة الذهاب هنا في القاهرة بنتيجة 2-1 للنادي الأهلي، وبهذه النتيجة أصبح النادي الأهلي هو الفارق بهدف، وتوج رسميا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، البطولة ال11 في تاريخه. طبعا بطولة غالية جدا على النادي الأهلي المتربع على عرش القارة الأفريقية. في بعض المحللين طلعوا قالوا إن المفروض دي تتسمى 11 لقب. طبعا برضو في عرض مالي جاي لحمدي فتحي خلاص في الوكرة القطري. أعلنت الصحف القطرية انتقال حمدي فتحي رسميا
بعد موافقة الجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي على رحيل اللاعب من أجل الاحتراف. طبعا حمدي فتحي 29 سنة، العقد بتاعه هينتقل للوكر القطري ب3.5 مليون دولار. ولو جينا شفنا إحصائيات حمدي فتحي، هنلاقي حمدي فتحي انضم للأهلي في 2019، حصل على بطولات كتيرة جدا جدا، منها 2 دوري، 2 كأس مصر، 2 سوبر مصري، 2 سوبر أفريقي، 3 دوري أبطال إفريقيا. برضو النادي الأهلي بيطالب سيسكا موسكو برفع المقابل المادي لصفقة أحمد عبد القادر. وافق الجهاز الفني والإداري في النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر من أجل الاستغناء عن أحمد عبد القادر بعد العرض المقدم له من سيسكا موسكو الروسي. والنادي الأهلي بيطالب برفع المقابل المادي حتى تتم صفقة أحمد عبد القادر والانتقال إلى روسيا. وطبعا كلنا عارفين إن هو استبعد النهاردة من مباراة مصر وغينيا لأسباب فنية.